الفيديو ده هتكلم فيه عن مين أكتر ست بتتخان. أكتر ست بتتخان هي الست المضمونة. الست المضمونة مش هي الست اللي قاعدة في البيت، ولا هي الست اللي ما بتشتغلش، لا. الست المضمونة هي الست اللي دايما محسساه إنها خايفة لو سابها، خايفة إنها تكمل حياتها من غيره، خايفة على صورتها، خايفة إنها تتحط في خانة المطلقات أو المنفصلات. مش بقولك اتطلقي، بس بقولك لو وصلتيله المعنى ده هتبقي ست مضمونة، وهيخونك وهيوجعك أكتر وأكتر. ليه هيخونك ويوجعك أكتر وأكتر؟ لأنه خلاص بقى جايب أولك وآخرك، بقى عارف انتي خايفة من ايه، بقى قاريكي أكتر من نفسه. فهيعمل ايه؟ قلبه هيجمد بالخيانة، وهيستحلاها وهيكررها، وهيبقى مش خايف من رد فعلك خالص، وهيعمل اللي أكتر من ده. اللي هو ايه؟ هيجي يقولك كده بالظبط، وفيها ايه؟ ده شوية هبل، ده كلام فارغ، هو انتي ناقصك ايه؟ ما انا مديكي كل حقوقك انتي وولادك. هيجي يقولك اصل انتي كمان مش مكاني، انتي مش راجل، مش عارفة دماغ الرجالة بتحب تعمل كده، بيتها ومراتها في حتة ويحبوا يفنفنوا في حتة تانية، وعارف انك هتفضلي قاعدة ومش هتعملي اي حاجة. بالعكس بقى، ليفل الوحش هتقابليه كل ما تواجهيه الراجل ده. هيتعمد يبين لك ان في ستات كتيرة قوي عايزاه، هيتعمد يبين لك انه بيخونك وانك مش قادرة تعملي حاجة، هيتعمد يبين لك انه ولا فارق معاه غضبك ولا زعلك، بالعكس هيطلع فيكي طلعات تهزك، هيفضل يقولك كلام يقلب لك الصور والحقائق، فانتي تتوهي من نفسك وتبقي مشوشة، وفي الاخر مش غلطته، غلطتك انتي. عشان كده مهم قوي اول رد فعل ليكي في الخيانة، مهم قوي انك تقعدي مع نفسك قاعدة وتعرفي مخاوفك ايه. خايفة ليه؟ خايفة ان لو الراجل ده فضل على خيانته انك تاخدي موقف. يا ترى انا خايفة من الوحدة، خايفة من الصورة المجتمعية، خايفة ان معرفش اصرف على نفسي. لو كل ده موجود ما تواجهيش، لان هيقل منك. لو كل ده موجود هيبقى لنا استراتيجية تانية خالص. تمام. لكن لو رحتي واجهتي وانتي خايفة من الخيانة وهو عارف انك خايفة من الخيانة، وقلتي له الافكار دي في قعدة صفا، انتي كده ست مضمونة، وللأسف هتقابلي ليفل الوحش مع الراجل ده. فلو بتتعرضي للاستراتيجية دي وانتي الست دي، لازم تلجئي لحد متخصص يقولك اعمل ايه، تعملي ايه وتتصرفي ازاي. ده اللي بنشتغل عليه في الجلسات عشان نغير مفهومك تجاه نفسك، ونعلي من تقديرك لذاتك، ونعرفك ان قيمتك ملهاش علاقة بالراجل ده، قيمتك من نفسك. ونعرفك كمان توصلي له ازاي انه يحترمك ويقدرك، ويعمل حساب انك في يوم من الايام مش هترضي بالوضع اللي هو عايز يفرضه عليكي.